ورشة صغيرة وفنان مبدع قدروا يعيدون الحياة للتراث العراقي، بس شلون؟ شرفتوني بمشغلي المتواضع، هاي صومعتي او معبدي اللي اتعبد به هنا لانتاج هكذا لوحات. تتخيلون هالشناشيل القديمة اللي كانت تزين بيوت بغداد والحلة والبصرة، فنان عراقي من بابل قدر يعيد لهم الحياة. أنا ابن الحلة، الحلة عظيمة، العراق كله يتغنى بالحلة، لذلك أحضرنا الرمزيات الشبه اللي اندثرن بحاول إنه أطلعهن وأسخرهن بلوحاتي. سعد مبارك فنان حول غرفة داخل بيته إلى ورشة فنية يبقى بها ساعات طويلة حتى ينجز العمل بكل حب وإتقان. رسالتي بهذا الموضوع اجتماعيا قبل ما يكون فنيا أو حرفيا. أعماله ما انتشرت بس بالعراق، بل تخطت حدود البلاد ووصلت لأستراليا والأردن وفرنسا. ورشتي داخل البيت حصرا، تعرف بسبب يعني غلاء ايجارات المحلات، فصعب يعني الموضوع صعب انه تستاجر محل. العمارة تنتظرني لحظة، هدية بسيطة ايضا من الموروث الشعبي، تجرة بس بحجم مصغر.